عاشقين الأماكن القديمة في وسط البلد، ميادينها، شوارعها، ممراتها، وحتى المقاهي العتيقة، لكل منها قصة وحكاية وتاريخ عتيق. فمثلا الخديوي إسماعيل لما سافر فرنسا انبهر بشوارعها، ولما رجع مصر قرر إن هو يبني منطقة وسط البلد كلها نسخة طبق الأصل من شوارع باريس. علشان كده جاب مهندسين من فرنسا وإيطاليا علشان يبني منطقة وسط البلد على الطراز الأوروبي، زي ميدان طلعت حرب، أقدم ميادين وسط البلد، واللي كان اسمه في الأول ميدان سليمان باشا الفرنساوي اللي أسس الجيش في عهد محمد علي. ومحمد علي أمر إن يتعمل له تمثال باسمه كنوع من التكريم ليه بسبب إخلاصه الشديد لمحمد علي. وبعد كده الخديوي إسماعيل خد التمثال وحطه في وسط الميدان وسمى الميدان باسمه. بس بعد ثورة يوليو 52 شالوا تمثال سليمان باشا وحطوا مكانه تمثال طلعت حرب، وبقى اسم الميدان ميدان طلعت حرب. وده مقهى ريش العتيق اللي تأسس 1908 واللي كان ليه دور مهم قوي في ثورة 19. في مخبأ سري كانوا بيحطوا فيه ماكينات الطباعة وينشروا المنشورات ضد الإنجليز أيام سعد زغلول وثورة 19. وممر بهلر أقدم ممرات وسط البلد، واللي بناه هو رجل الأعمال السويسري تشارلز بهلر، وكان عايز يعمله بالظبط زي ممر تجاري معروف في باريس اسمه رودي ريفولي. الممر ده كان معروف بالمحلات التجارية اللي بتبيع أشهر الماركات العالمية. وجروبي المكان اللي كان بيفطر فيه البشوات والبهوات والطبقة الغنية في مصر، واللي بناه هو الحلواني السويسري جاكومو جروبي، وبنى أول فرع في اسكندرية، ولما نجح بنى فرعين كمان في القاهرة، واحد في شارع عدلي والتاني في طلعت حرب. ودي كلها كانت أماكن قديمة في وسط البلد. كل فترة هاجي أحكي لكم عن حكاية مكان قديم من أماكن وسط البلد.